بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد: كيف تتغلب على الكسل. الكسل مش معناه انك ضعيف، لكن كل مرة بتقول هبدأ وبتدي نفسك فرصة ان الكسل يسرق مستقبلك. في الفيديو ده ان شاء الله هنقولك ازاي تكسر دائرة الكسل اللي هي محيطة بيك وتبدأ تتحرك من دلوقتي، مش من بكرة. اول حاجة: حدد سبب الكسل. افهم السبب الحقيقي حتى تتمكن من التغلب عليه. لازم تعرف ايه اللي بيخليك كسلان. تاني حاجة: ابدأ بخطوة صغيرة، لا تنتظر الحماس. ابدأ بمهمة بسيطة لتكسر حاجز التوقف. كل يوم تقول لك، في ناس تقول لك كل يوم هصلي بكرة، هصلي بعده، هحفظ قرآن بكرة، هحفظ قرآن بعده. ابدأ ولو بحاجة بسيطة. تالت حاجة: ضع أهدافا واضحة. الأهداف الواضحة تعطيك اتجاها ودافعا للاستمرار. لازم تبقى عارف انت هتمشي في طريق ايه، يبقى واضح قدامك. رابع حاجة: نظم وقتك. استخدم جدولا يوميا وحدد اوقاتا للعمل واخرى للراحة. خامس حاجة واخر حاجة: كافئ نفسك. كافئ نفسك يعني لما تعمل حاجة انجاز عن اي مهمة، كافئ نفسك يعني شوكولاتة، يعني اي حاجة انت بتحبها يعني كده، لتحافظ على الحافز. تذكر ان الانضباط اقوى من الحافز، وابدأ الان ولا تنتظر الوقت المناسب. وصلى الله وسلم.